المغرب سجل الملحون في اليونسكو، لكن شنو هي القصه والتاريخ ديال هذا الملحون؟ شفتي مع المغاربه؟ الملحون هو نوع من انواع الشعر بالدارجه المغربيه، غادي يبدا في سجل مسا وتافيلات، وغادي تطور في مكناس وفاس ومراكش وسلا. الملحون فن قديم بزاف ومحبوب الجماهير، حيت قدر يجمع ما بين الفن والشعر والغناء. الملحون بدا كيبان في القرن 12 مع الموحدين، خصوصا مع عبد المؤمن الموحدي، وبزاف اخرين مع المارينيين، ولكن غادي يعرف تطور كبير مع السعديين في القرن 16، حيت تبدلوا فيه شلا حوايج، منها الاوزان والموسيقى والشعر ولات فيه القافيه. الملحون غادي ياخذ بلاصه كبيره في الفن مع العلويين، وخاصه في عهد السلطان محمد الثالث، حتى ولات عنده شعبيه في ربوع المملكه. مع الحسن الثاني غادي يبانوا اباطره ديال الملحون المغربي، تقدر يدمجهم في التلفازه المغربيه بحال الحاج الحسين التوالي. ما بحالنا يا حسران. وحنا كمغاربه شويه بشويه بدا تيسري لنا في العروض، ولينا كنسمعوا بزاف في الاعياد والافراح، واحد الجو عائلي واخوي. ونهار 6 ديسمبر 2023 المغرب غادي يسجل الملحون المغربي في اليونسكو كتراث مغربي لا مادي، من بعد ما حاولوا الجزائريين ينسبوه لهم في 2020. وانتم باش